السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الافكار دي جميله قوي وهتعجب الاطفال. هنزين لهم الاقلام بطريقه بسيطه وسهله. الدايره دي شريط الستان بيبقى ملفوف عليها. لو مش موجوده عندك هنستخدم الكرتون عادي. هجيب ورقه من الفوم اللون الكريمي ده، وهبدا ارسم دايرتين ودايرتين في قلبهم صغيرين. بعد ما قصيت الدواير وفرغت الجزء اللي في النص، جبت المكوة وسخنتها وبدأت أثبت الفوم عليها بالشكل ده. هيعمل كيرف حلو للفوم. أنا فتحت البرجل على 2.5 سنتي. لو حابين تعملوها أكبر من كده زودوا نص سنتي، لو حابين تعملوها أصغر من كده نقصوا نص سنتي. بعد كده قصيت 1.5 سنتي شريطة طويلة وبدأت أثبتها كده على الجزء اللي معايا. هبدأ أثبت الشريط كده عليها، هلفه مرتين مش أكتر من كده، وهعمل فيه فتحة صغيرة عشان بعد كده هبقى اثبت القلم في قلبها زي ما انتوا شايفين واضح قدامكم بالشكل ده. حبايب قلبي، لو اول مرة تشوفوني يا ريت تنوروني بالاشتراك وتدعموني باللايك، جزاكم الله كل الخير. خلاص انا كده لفيت لفتين وقصيت الزيادة. هثبت الدايرة اللي من فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه، حطيت حبة شمع صغيرين وثبتها بالشكل ده. حاولي ما تكتريش في الشمع عشان ما يظهرش من بره كده ويبقى شكلها مش لطيف، ولو عندك سوبر جلو هيبقى افضل. خلاص انا ثبتها وبقت معايا بالشكل الجميل ده. هجيب جزء من الفوم اللون اللي انت حباه، لو عايزه بني هاتي بني، لو عايزه بينك هاتي بينك. هرسم الاول دايره مقاسها حوالي 4 سنتي، وهبدا ارسم في قلبها التعريج زي ما انتوا شايفين كده، وهقصها. وهعمل نفس الخطوه بتاعه المكوه، هسخن المكوه كده وهثبتها عليها عشان تدينا كيرف حلو كده. وهبدأ اثبتها فوق الدايرة بتاعت الدونت بالشكل ده. عملت الجنبين، هحط حبة شمع صغيرين وهبدأ اثبتها كده فوق منها. هنحط الشمع او السوبر جلو على الاطراف بس، ما تحاوليش تحط في قلب الرسمة عشان ما تبقاش مبططة معاكي ويبقى شكلها مش حلو، وعلشان يبقى التقفيل نضيف من جوه وما يبانش الجزء بتاع الكرتون او الفل. هنجيب جزء صغير من الفوم الكريمي ده مقاسه 1 سنتي في 2، وهبدأ ادخله كده في قلب الدونت من جوه. وبعد كده هحط شمع على الجزء التاني اللي فاضل وهثبته كده على وش الدونت من فوق. الافكار كلها بسيطة وسهلة، انا ماشية معاكم خطوة خطوة بالراحة عشان تعرفوا تنفذوها، وكلها من قصاقيس الفوم، مش هتجيبي حاجة من بره وهتفرحي بيها الاولاد. قصيت شرايط صغيرة كده الوان من الفوم من البواقي وثبتها كده على الوش زي ما انتوا شايفين. ممكن تقصيها دواير مثلثات شرايط حسب ما انت عايزة. بقت معايا بالشكل الجميل ده. عملت الجنب التاني وجبت جزء صغير من الفوم مقاسه حوالي 1.5 في 3 سنتي، وهبدأ ألفه كده على القلم من بره، وهبدأ أحط حبة شمع صغيرين كده على القلم نفسه. أنا ده كده هثبته فوق في قلب الدونت. لو انت عايزة تعمليه متحرك ممكن تفكيه، أنا هعمله في الفكرة التانية، بس بصراحة ده بقى ثابت أكتر في القلم. قصيت فيونكة صغيرة كده وثبتها في قلب القلم بخرزاية. جبت قصقوصة من الفوم وعملتها دايرة من جنبين كده، بدأت اتنيها نصين وبعد كده تنيتها في الجنبين بالشكل ده، وثبت فيها خرزاية وثبتها بالشمع. جبت البرجل وفتحته على 2.5 سنتي وبدأت اثبته كده على الكرتون واعمل 4 دواير. وبعد كده هعمل دايرة صغيرة حوالي 1 سنتي في قلب الدايرة. انا هعملها كده بالكرتون المرة دي عشان لو ما عندكوش البكرة بتاعت الفل الصغيرة دي. بعد ما رسمت ال4 دواير بالشكل ده هبدأ اقصهم. قصيتهم وفرغت الدواير من القلب. هجيب حبة شمع بين كل واحدة وواحدة وهبدأ اثبتهم بالشكل ده. بعد ما ثبتهم كلهم هبدأ اقص شريطة طويلة من الفوم الكريمي عرضها حوالي 1.5 سنتي. هحط حبة شمع صغيرين وهبدأ اثبت شريطة الفوم على الكرتون. هتلف فيه مرة او 2 أو 3 حسب ما انت عايزة حجم الدايرة كبيرة او صغيرة، وهتقص الزيادة. قصيت دايرتين وفرغتهم وسخنتهم بالمكوى زي ما عملتهم في الفكرة الاولى.
هحط حبة شمع صغيرين وهبدأ اثبتهم كده على الدايرة الكرتون، وهثبت الجنب التاني بالشكل اللي انتوا شايفينه. ثبتها بالشكل ده. بعد كده هقص شريطة صغننة 2 سنتي في 1.5، وهبدأ اثبتها في قلب الدايرة بالشكل ده. وقصيت دايرتين باللون البني زي ما قصيتهم في اللون البينك في الفكرة الأولانية بالظبط، وسخنتهم بالمكوى عشان تاخد معايا الكيرف اللي انتوا شايفينه. هبدأ احط حبة شمع على الأطراف زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ اثبتها في قلب الدونت. والله الأفكار كلها بسيطة وسهلة، ومش بتاخد معايا غير قصايص فوم صغيرة هتفرحي بيها الأولاد. وهتلاقي أفكار كتير على القناة لتزيين الأقلام للبنات والصبيان، إن شاء الله تعجبكم. بعد كده هحط حبة شمع على الأطراف وهبدأ أثبتهم برضو في قلب الدونت. فكرة الكرتون ما تفرقش حاجة عن فكرة الدايرة الفل، ادتنا نفس الشكل بنفس التفاصيل. عملت القصائص الملونة الصغيرة دي وبدأت أثبتها بالشكل ده. شكلها بقى تحفة ولونها تحفة، والله الألوان الكاميرا ظلماها. هجيب السلوتيب الملون وهبدأ ألفه على القلم بالشكل اللي انتوا شايفينه، عشان القلم ده لونه اسود. ما تنسوش تبقوا تاخدوا لفة في القناة، ان شاء الله هعمل لكم أنشطة مدرسية تحفة وأفكار كتير لإعادة التدوير ان شاء الله تعجبكم. هجيب قصقوصة كده من الفوم وهبدأ أثبتها على القلم، بس مش هثبتها في قلب القلم نفسه، هتبقى متحركة عشان لو حبيت أغير الدونت ده أحطها في قلم تاني. لو خلاص هتغيرها بكل سهولة. هبدأ بعد كده أثبت الدونت فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه. لو تحبي تبدلي القلم هتبدليه بكل سهولة، لأن الفوم اللي فيه ده متحرك، هتشيليه بالشكل ده وهتركبي قلم غيره. شكلهم تحفة والألوان بتاعتهم جميلة. شوف الطفل عايز اللون ايه وهتنفذيها بيه. هنا انا كنت بوريكم ممكن تعملوا الفورماسو بشكل تاني، دواير او مثلثات حسب ما انتوا حابين. لو عندكم قلم فلوماستر ممكن تمشوا على الجناب كده باللون الفلوماستر، هيبرز معاكي شكل الدونت اكتر. هنا بوضح لكم الالوان الاتنين احلى من بعض، وكنت عامله لون تالت كمان باللون الازرق شكله تحفه. بعد كده هجيب شريطه من الستان وهبدا بعد كده اعملها فيونكه، هثبتها في قلب واحد فيهم لان انا عاملاهم لبنانيت. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم، وتكون الافكار عجبتكم، وتكون سهله وبسيطه، وتحاولوا تنفذوها وتفرحوني. ما تنسوش تدعموني باللايك وتنوروني بالاشتراك في القناه، وانتظروني في افكار تانية كتيره. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.